تكون عايش في حالة من اليأس والاستسلام أو حالة هروب من مواجهة الواقع، وتخلق لنفسك واقع مزيف وتتظاهر إنك متقبله وتتجاهل الألم لحد ما يبقى أسلوب حياة، وتقول لنفسك كلام من نوع أهي عيشة والسلام، أو أهي شغلانة أحسن من مفيش، أو إن الحياة كلها كده ومفيش حد مبسوط في حياته. لكن في الحقيقة قدامك حاجات كتير تعملها. لو كنت محتاج فعلا تغيير حقيقي فهو مش هيجيلك وانت مستسلم مربوط بحبال خوفك وضعفك وترددك، أو وانت متبرمج على وضعية الانتظار، مستني الشخص اللي بيأذيك إنه يبطل من نفسه، مستني اللي بينكر فضلك وتضحياتك يجيله يوم ويحسسك بالامتنان والتقدير، مستني اللي بيتجاهلك إنه ينعم عليك بنظرة عطف أو كلمة حلوة. مش هتاخد من الانتظار إلا الحسرة والندم. فيا إما تعيش رحلة سعي حقيقية أو تكمل اللي اتبقى من حياتك في مشاعر الضعف والاستسلام. القرار قرارك. تعالوا نشوف أصل الحكاية فين. أول حاجة هنتكلم عن وجع الاحتياج. كل إنسان مننا عنده احتياجات، وطريقة تعبير كل شخص عن احتياجاته بتختلف، والاحتياجات اللي بنتكلم عليها دي بعيدا عن الاحتياجات الأولية من أكل وشرب ولبس، فممكن تكون الأمان أو المشاركة أو القبول أو الاهتمام أو الحب الغير مشروط. وعدم تسديد الاحتياجات دي في مراحل الطفولة بتأثر جدا في الشخصية في المستقبل، ده غير الإساءات النفسية والجسدية اللي بيتعرض لها الطفل، فبيكون ليها تأثير سلبي على اختياراته وتفاعلاته الاجتماعية لما يكبر. فممكن تبقى اختياراته كارثية أو يعمل تصرفات مؤذية ليه وللي حواليه. فهي دي أصل الحكاية. وأول طرف الخيط للتعافي لما تدي نفسك فرصة تفكر في ذكرياتك وطفولتك علشان تفهم ازاي أحداث الماضي بتأثر على أفكارك وتصرفاتك اللي بتتبعها في علاقاتك الحالية. عندنا نمطين للتعلق العاطفي. من الطبيعي إن الإنسان يسعى لعلاقة يحس فيها بالحب والانتماء، ومع ذلك بنلاقي إن العلاقات مش بالشكل المثالي اللي كنا متخيلينه. ففي تعلق آمن بيبقى الشخص عنده مستوى عالي من احترام الذات والثقة في النفس، حتى لو دخل في علاقة بيبقى عنده القدرة إنه يحافظ على استقلاليته، ويبقى عنده حدود واضحة، حتى لو حصل صدام بينه وبين شريكه بيقدر يعديه بسهولة. أما في التعلق الغير آمن فالشخص بيلاقي صعوبة على إقامة روابط صحية مع الناس، بيبقى عدواني وما تقدرش تتوقع سلوكه تجاه أحبائه. السلوك ده بيعكس عدم الأمان وعدم تسديد احتياجاته النفسية اللي عاشها في طفولته، فممكن يكون اتعرض للمقارنة أو اللوم أو التوبيخ الشديد. هننتقل بعد كده لنقطة اسمها مغناطيس الأشرار. تفتكر ليه الأشخاص السامة بتنجذب لحياتك؟ ليه انت بالذات؟ هل ده حظ ولا مجرد صدفة؟ وبتلاقي نفسك متورط في علاقة سامة. ليه بتقدم الحب وتاخد الإساءة؟ ركز في النقط اللي جاية كده، هتلاقي نفسك بتعمل بعض التصرفات بتخليك ضحية مثالية وبتجذب ليك الأشخاص السامة. رقم 1، لما تكون سعادتك بس في إرضاء اللي حواليك، لما تحس إن مش هيبقى ليك قيمة إلا لو عملت حاجة ترضي بيها شخص ما، لما تفتكر إنك لو اترفضت يبقى أنت كده شخص مش كويس، فتعمل كل حاجة تخلي الناس اللي حواليك سعيدة، وتفتكر إن ده اللي هيخليك حاسس بالرضا عن نفسك. لو كان ده أسلوبك فالأشخاص السامة هتجيلك من على بعد أميال علشان يستفيدوا منك. ما تخليش جريك ورا رضا الناس يكون سبب في خسارتك لنفسك. رقم 2، لما تقوم بدور المنقذ، تهتم جدا بحياة الناس وتتحمل مسؤولياتهم ومشاكلهم أكتر من حياتك الشخصية. لكن نوع المساعدة ده مش صحي، مش بيدعم الآخر، مش بيخلي الشخص التاني ينمو ويتطور، بالعكس بيشجعه إنه يفضل معتمد عليك. في الحالة دي الأشخاص السامة هتلاقيك فريسة سهلة علشان يستفيدوا من طبيعتك ورغبتك في إنقاذ العالم. هيقدموا لك نفسهم في شكل ضحايا ويعملوا قصص درامية علشان يستفزوا دور المنقذ اللي جواك. لازم تعرف كويس إنك مش مسؤول عن حل مشاكل العالم، وإنك غالبا بتورط نفسك في مشاكل وأزمات أكبر من طاقتك. فقدم المساعدة بس بعقل،
وعلى حسب إمكانياتك، ومش من المفروض إن يكون التمن هو قلبك أو سعادتك. رقم 3، لما تقارن دايما بينك وبين الناس، لما تبص على نواقصك بس وتكبر من عيوبك وتتجاهل نقاط قوتك وتميزك، هتلاقي إن الأشخاص السيئين هيحبوا جدا الاستفادة من عدم احترامك لنفسك في تحقيق أغراضهم، وهيلعبوا على أوتار مشاعر النقص اللي بتحركك. حب نفسك وقدرها وقدر النعم اللي عندك، وإلا هتفضل شايف نفسك قليل. رقم 4، لو بتحس بعدم الاستحقاق، إحساسك إنك ما تستحقش معتمد على قلة احترامك لنفسك، وبالتالي فالأشخاص السامة هيستغلوا إحساسك بعدم الأمان وتدني الاستحقاق لمصلحتهم، ويسيطروا عليك ويعززوا إحساسك بالتقصير علشان تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تنال رضاهم. لاحظ ان انت بتجذب ليك اللي انت حاسس انك تستحقه. لو رضيت بأقل من اللي تستحقه هتفضل دايما آخر أولويات الناس اللي حواليك. رقم 5، لما بتقبل ظروف مش مناسبة ليك، لما ترفض انك تاخد موقف لو حد قال حاجة او عمل حاجة مش بتحبها وسبته يمشي من غير ما تاخد اي رد فعل. استسلامك للوضع السيء معناه انك مش حاطط حدود شخصية صحية لنفسك، وده بالظبط اللي بيخلي حياتك مستباحة من كل اتجاه، وبيخليك فريسة وهدف مثالي للشخصيات السامة والاستغلالية اللي بيعتبروا حياتك ووقتك وممتلكاتك ومشاعرك حق مكتسب. هتلاقي مديرك في الشغل بيحملك مهام أكتر من زمايلك من غير تقدير ولا مكافأة، وشريك الحياة اللي طلباته مش بتنتهي ومع ذلك بتتحمل في صمت. آخر جزء في الكتاب بيتكلم عن الانحراف النفسي. هل بتحاول تخفي أخطائك أو بترمي اللوم على شخص تاني، أو بتلاقي شخص تاني مش بيتردد إنه يصدر لك المشاكل ويرمي عليك اللوم والذنب وينكر ده بدل ما يتحمل مسؤولية مشكلاته؟ بشكل عام كلمة انحراف نفسي يعني الشخص يحاول ينقل حاجة لشخص تاني ويحاول يجذب الانتباه بعيد عنه هو. طب ليه بيحصل الانحراف النفسي؟ احنا كبشر طبيعي بنميل للفخر بإنجازاتنا ومشاركة نجاحاتنا مع الناس، لكن لما الموضوع بيتعلق بالفشل فعادة بننسبه لعوامل خارجية زي النظام والظروف وأهالينا والمدرسة والبلد إلى آخره. وبالنسبة للانحراف النفسي في العلاقات فهتلاقي الشخص ده هيحول كل الأخطاء والمشاكل على الطرف التاني، هيلوم الناس لأنه خايف، بيجادل الناس علشان يدافع عن نفسه بسبب عجزه، لأنه من جواه بيواجه خوف من فقدان الوظيفة، خوف من فقدان الشريك، الخوف من التغيير، أو الخوف من تحمل المسؤولية. هيحاول يحمي غروره، ومع ذلك الناس اللي اتعودت تتهم الآخرين هيخسروا كل حاجة، هيخسروا الصداقات والتعاطف والفرص. تاني حاجة بيلوم الناس لأنه غير ناضج. من الولادة لحد سن الرشد بنعدي بمراحل مختلفة من التطور العقلي والنفسي، وضروري جدا نعدي بكل المراحل ونعيشها بشكل صحيح علشان نبقى ناضجين نفسيا وعاطفيا. وأي خلل أو صدمة في أي مرحلة من المراحل دي بيأثر على حياتنا، خاصة في مرحلة البلوغ. فالطفل اللي اتعرض للأذى اللفظي أو العاطفي وهو صغير وسمع منك كلام من نوع إنه ياريتك ما اتولدت أو إنك جيت غلطة في حياتي، هيخلي الطفل ده يستخدم الانحراف النفسي ويحول اللوم على الناس علشان يتجنب التعرض للأذى اللفظي في المستقبل. ومن أشهر أدوات الانحراف والتلاعب النفسي في العلاقات، أول حاجة التلاعب بالذنب. بيبدأ الشخص يتلاعب بمشاعرك بقصد أو من غير قصد، يخليك تحس بالذنب أو بالندم على قراراتك واختياراتك، وده لأنه ما عندوش المهارة إنه يعبر عن مشاعره أو احتياجاته، ويعتبر ده شكل من أشكال الإساءة لو الشخص ده ما حاولش يبذل مجهود للتغيير أو التوقف عن التلاعب بيك، وبيحسسك وكأنك ما تقدرش تعمل أي حاجة بشكل صحيح. تاني حاجة الإسقاط. بيحصل لما الشخص يرمي عيوبه ومشاعره على شخص تاني ويرفض الاعتراف بالخطأ علشان يفضل في صورة البطل اللي ما فيهوش عيوب. تالت حاجة لعب دور الضحية. الشخص هنا بيستخدم أساليب تلاعب تخليك تحس إنك غلطان بغض النظر عن اللي بيحصل، فهو خطأك أنت دايما، وأي مشاكل بتحصل بينكم فهو مش مسؤول عنها. فلو كنت مضطر تتعامل مع شخص من النوع ده هقولك على بعض الطرق. رقم 1، استخدم جملة أنا حاسس بكذا من أفعالك.
بدل ما تقوله انت بتعمل كذا وكذا وكذا وكأنك بتتهمه، قوله انا حاسس بكذا، فبتديه مساحة للرد على اللي بتقوله علشان توصلوا لحلول. رقم 2، حافظ على هدوءك. رقم 3، اتأكد من انك انت كمان بتتحمل المسؤولية. لما تطلب من الطرف التاني انه يعمل حاجة معينة، اتأكد انك انت كمان بتعملها. رقم 4، فرض الحدود. حدد بالظبط ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت مش ممكن تقبله. لو بعد كل ده ملقتش استجابة ايجابية منه، وما بطلش الألاعيب السامة بتاعته، وما تصرفش بمسؤولية تجاه العلاقة، وما وصلتوش لحلول مرضية للكل، فلازم الشخص اللي بيتعرض للأذى ياخد قرار بقطع العلاقة نهائيا علشان يحمي نفسه، لأن الاستسلام وعدم التصرف بمسؤولية مش هينتج عنه إلا مزيد من الأذى والتلاعب. افتكر ان سكوتك على سلوك زي ده معناه موافقة منك عليه، ودعوة للشخص المتلاعب بتكرار التصرفات دي تاني وتالت وعاشر. وبس كده، اشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.